بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدهم وسيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، والذي أوحى له ربه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والذي جعل رزقه تحت ظل رمحه، والذي جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. جه سؤال لصالح الفوزان، واحد بيقول له احنا مختلفين في كفر بشار، فهل هو كافر ولا مش كافر؟ قام زعق وقال له اشغلوا انفسكم بما ينفعكم، ماذا سينفعكم؟ يعني حقيقة الامر ان الراجل ده بيعبد الناس للطواغيت وبيدعو للشرك وملوش علاقة بالتوحيد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء منه، يعني والاسلام بريء من هذا الرجل المجرم عون الطواغيت. إذا كان تكفير الطواغيت وتكفير من لم يكفرهم ليس هو ما ينفعنا، فماذا الذي سينفعنا؟ قال رب العالمين في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فبشار طاغوت يجب أن نكفر به، وعبادة الأصنام عبادة الطواغيت يجب أن نكفر بها، ويجب أن نكفر بالشيخ أو الشيطان وكل من يدعونا لعبادة غير الله، كعبادة الأموات والجيف والرمم في القبور، وعبادة الصالحين والأنبياء، وعبادة التحاكم لغير ما أنزل الله، وكل العبادات من دون الله بأنواعها، شاربها من ديمقراطية القومية الاشتراكية وما من تلك الأمور والشيوعية التي استحدثت في عصرنا. ولهذا أرسلت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجدير بالذكر أن بشار أصلا علوي، يعني يعبد علي رضي الله عنه، يعني مش هنقول حتى بيسمى أهل السنة يعني زورا زي مثلا محمد بن سلمان، أو مثلا عبد الله بن حسين او عبد الفتاح السيسي مثلا. يعني لا، ده الراجل بشار علوي ومعروف، يعني صغير علوي. نسأل الله العفو والعافية. الشيوخ هؤلاء الذين يدعون انهم سلفيون، السلف منهم براء وليس لهم علاقة ولا بمنهج الصحابة ولا السلف، بل هم جهمية، وحتى جهمية مرجئة كثير عليهم، بل هم أعوان الطواغيت مبطنين للشرك ودعاة للشرك، فاحذروهم واعرف دينك وابحث عنه. يعني نحن اليوم في وقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن لا يقبض العلم، لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس جهال فضلوا وأضلوا. أنصحكم بمطالعة كتب السلف، تدبر القرآن جيدا والسنة مرة أخرى، مطالعة كتب السلف. افتح كتب التفسير ككتاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، تفسير الطبري أو تفسير الإمام البغوي. افتح كتب الأئمة القدامى، افتح كتب أبي سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، وافتح كتب ذم الكلام لأبو اسماعيل الهروي، والتوحيد لابن خزيمة، يعني كتب كتير. وافتح مدخل للإمام أحمد، مدخل معتقد الإمام أحمد ابن حنبل لابن بدران، والسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وخلال السنة، شرح السنة للبربهاري، السنة الحرب الكرماني، وغيرها كثير كثير. ولمن أيضا من كتابة بعض الخلف كالشيخ محمد بن عبد الوهاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكتاب أيضا ابن القيم أحكام أهل الذمة، وكتاب سيد قطب معلم في الطريق، وتصفح في الظلال. وفقكم الله كل خير. شكرا لكم.